فكرة إنك تبدأي من الصفر بتخوف، لأن الصفر ده مش مجرد نقطة بداية، الصفر ده إحساس إنك تايهة، مش عارفة تبدأي منين ولا حتى عارفة انت عايزة ايه بجد. بس خليني أقولك الحقيقة، كل الناس اللي وصلت بدأت من الصفر، بس الفرق مش في البداية، الفرق في اللي عملوه بعد البداية. أول حاجة لازم تفهميها إنك مش هتبني نفسك من بره، انتي بتتبني من جوه. يعني ايه؟ يعني قبل ما تغيري حياتك لازم تغيري نظرتك لنفسك. لو انتي شايفة نفسك ضعيفة هتفضلي تختاري اختيارات ضعيفة، لو شايفة نفسك مش كفاية هتقبلي بحاجات أقل منك. علشان كده أول خطوة مش شغل، أول خطوة وعي. اقعدي مع نفسك اسأليها، أنا مين؟ بحب ايه؟ بخاف من ايه؟ الأسئلة دي ممكن تبان بسيطة، بس هي اللي بتفكك كاريزمتك وتبنيكي من جديد. بعد الوعي بيجي القرار، قرار إنك ما تفضليش زي ما انتي، مش بكرة، مش لما الظروف تتحسن، لكن دلوقتي. ابدأي بحاجات صغيرة جدا، اقري صفحة، تعلمي مهارة، نظمي يومك. الحاجات الصغيرة دي هي اللي بتفرق، وهتيجي أيام هتحسي إن مفيش نتيجة، وهنا الاختبار الحقيقي، هتكملي ولا هترجعي لنقطة الصفر من تاني؟ الشخص القوي مش اللي ما بيقعش، الشخص القوي اللي بيقوم كل مرة. في الآخر انتي مش محتاجة تبقي مثالية، انتي محتاجة تبقي مستمرة. مع الوقت هتبصي لنفسك وتقولي أنا بقيت شخص تاني خالص. اكتبيلي في الكومنتات ازاي بنيتي نفسك من الصفر وبقيتي النسخة الأقوى. وبس كده يا بنات، لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وشير عشان يوصل لكم كل جديد. بحبكم.